الجلاش اه سمنه بلدي صوفي. تمام. بيخ... ده جلاش كريمه. جلاش كريمه. وانت عندك جلاش ايه تاني؟ مكسرات. الفرق بين ده وده ايه؟ الطعم طبعا بيختلف. مم. محمد ناصر حلواني ابا عن جد، دي مهنه والدي واخويا، احنا اللي بنصنعها، كل حاجه اللي بنعملها بايدينا جوده بشهاده الناس كلها. احنا يعني ديت صنعه والدي وجدي وعمي واخويا الكبير. المعموله دي حضرتك بتعمل ازاي؟ مم. بيبقى دقيق مع سمنه مع زيت مع الدقيق بيتعجن، بيتفرد على طبقتين، مم. بعد كده بتخش الفرن. اول ما تطلع بتتسقي شربات وهي سخنه. مم. الشربات بيبقى سخن ولا بارد؟ لا الشربات بيبقى بارد. والمعموله تبقى سخن. سخن لسه طالعه من الفرن على طول. لا عشان تعرف تشرب الشربات ده. الاستاذ عايز ام علي. صحيح، ايه الفرق بين العزيزه وام علي؟ ام علي بيبقى فيها طبق جلاش، ايوه. العزيزه مبقاش فيها حاجه، يعني كريمه بس. دي ايه؟ دي ام علي فيها طبقه جلاش. اللي فوق الوش ده. والعزيزه؟ والعزيزه مبقاش فيها حاجه. مبقاش فيها حاجه. دي بسبوسه تركي. مم. معمول سوري، بسيمه، لينزا، بلح الشام، كنافه نوتيلا، ومعموله كنافه فواكه، جلاش كريمه، كنافه قشطه، بسيمه، كنافه كريمه، ام علي. مم. دي ام علي؟ دي ام علي. مم. عزيزه متدلعه، جلاش مكسرات، كنافه مكسرات، بسبوسه ساده، جلاش صوابع، جلاش مثلثات كريمه، كنافه اوريو، كنافه لوتس. وكل يوم بعمل حاجات جديده. معموله. المدلعه دي حضرتك دي حبيبه الملايين. ليه بقى؟ لانها بيبقى فيها حاجات كتير، مكونات كتير. بيبقى فيها طبق كنافه وطبق كريمه بعديها، بعد كده طبق بسبوسه وطبق كريمه، بعد كده بيبقى فيها طبق كراميل. جميل. مين اللي اخترع المدلعه دي؟ المدلعه دي حضرتك كانت في طنطا. في طنطا. وجت بقى هنا جت هنا الزقازيق، بقالها 4 سنين. ايوه. متداوله والناس بتطلبها طبعا. شغاله جدا. بصراحه محمد بقى له 4 سنين في المكان ده، وكان بادئ بمكان صغير كده، بس عشان هو بيعمل حاجات جيده وبيعتمد على خامات كويسه جدا، وفي تيست معينه كده مش موجوده في بعض المحلات الكبيره. يعني انا بنتعامل معاه بقى لنا فتره طويله، وحاجته جميله جدا، وهو شاب، واحنا طبعا بندعم الشباب، ونتمنى كل الناس تبقى عارفه مكانه وتيجي تتعامل معاه وتجرب. صدقوني اللي هيجرب مش هيندم، لانه حاجته جميله فعلا فعلا وفريش.